لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بآله وصحبه لعبد ربه خديم المصطفى تي المقدم نورا يصطفى أحمد ربي وأمده الرسول صلى عليه وحباني بسول أوحد الله ولست أشرك شيئا به حين سواي يشرك لو أفوض أموري بالنبي عن كل ما لم يرد ذات الجنب أشكره جل على كوني له وكونه لي بمن قد فضل هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان أقول لا إله إلا الله محمد رسول من مولاه لو من الله صلاة بسلام أبغي كما محى العيوب والظلام له بآله وصحبه الكرام رمت سلامي الذي أعطى المرام إني أقول ذاكرا وشاكرا لله من لي طيب المشاكرا الله ربي وولي أبدا عبدته وغيره لن أعبدا لو علي كوني الخديما للمصطفى الذي حوى التقديما لو صلاة منه جل بسلام أني رمت وحباني بالكلام وتعالى مالكي ورافعي وحافظي ورازقي ونافعي محمد صلى عليه الله في الآل وصحبه ومن والاه حجبني الله عن الأشرار به مقدما لدى الأبرار محمد صلى عليه الله في الآل وصحبه كما أعلاه مع توجه الأزال وصرف باق به دري لغيري فانصرف دها مدادي للشكر الكوني خديم من جعل نور الكون رسولنا أحمد عز العرب وزينة العجم على غربي سلام ذي العرش العظيم أن صلى على الذي به عصمت من قلا وجه سلاميك لأفضل البشر في الآل والسعب وخلد للبشر للمنتقى قد مننا لا تنفد يا خير مغن لهداك أحفد أنت الإله لا إله غيرك يا من أتاني دون الضير خيرك لك السماء والأرض والهواء كما على العرش لك استواء لك البلاد والعباد ولك البر والبحر رأينا فضلك هب للنبي المنتقى بلا انتهاء في الآل والصعب جميع ما اشتهى صل عليه سرمدا وسلما في الآل والصعب ومن قد أسلم لو اكتب الدهر صلاة بالسلام أني منك يا قدير يا سلام للمصطفى والآل والصحابي اكتب سلاميك وسن صحابي أوصل له جملة ما يحب في الآل والصحب فأنت الرب أنت الإله الواحد القهار لك البحور ولك الأنهار لك بلا نزاع البرايا يا من به تقود لي قرايا لكته الدنيا وتلك الأخرى يا من جعلت كونه لي زهرا هب للنبي المنتقى حيث بدا أو غاب ما اشتهى سفاء أبدا تسليمك النامي عليك بالكرام من آله وصحبه بلا انسرام عليه سل ولتسلم في أبد في الآل والصحب كما محل كبد إليه في المدينة المنورة قد خدمي يا محسنا قد صور للمنتقى المجمل الجميل خذ خدمي بالشكر والتجميل اقبل صلاتي وسلامي على سيدنا محمد باب العلا عليه سل سرمدا مع السلام يا من به كفيتني كل ملام له بآله وصحبه اكتبي خير الصلاة وتقبل كتبي يسر له جملة ما تعسرا على سواه وكفه مع عسرا هب للنبي المنتقى بذا النظام حد الحروف من بشارات عظام
وجه لأفضل البرايا يا قدير يا خير مغن بالإجابة جدير سلام باق عافٍ جميل في الآل والصحب ذوي التجميل للمنتقى أوصل بشارات الكريم يا من لديه منن ليس تريم له بآله وصحبه الرجال أوصل مناه دون كد ومجال مرتديا عن صحبه ذوي الكمال يا ذا البلاد والعباد والجمال بارك بجاه المصطفى في ذا النظام واجعله من باب أياديك العظام آت النبي المصطفى خير السلام بعد الصلاة ولتبارك في القلام اجل قلامي كأحمال السحاب يا من كفاني ضر الريح والسحاب للمنتقى أوصل جميع ما يفي من خدم مني وأمن حيفي هديتني هداية المنتبذ من أهلها أذبت كي منتبذ وجهت لي ثمنها ووجهها إلى سواي عدها متجها سني وسن ما اختير لي عم السد ولا توجه لي عيدا أو حسد حكم جلي بخير حكم وجل فؤادي ظرف الذكر محكم بديه هب لي أن أكون أكبر آيات باق بي يباهي الكبرى هدمت باطلا بحق يستفى بك خديما للنبي المصطفى بقية المكس لربي الكريم ذكرا وشكرا وثناء لا يريم ولوسيلتي إليه أحمدا صلى وسلم عليه سرمدا في آله وصحبه وتابعين كما لغيري به نفل عين بقية المكس له وللكتاب وللحديث دون زجر أو عتاب شهد لي بذا رقيب وأتير قبل والرب قاد لي خير متود قد قلت ذا عن مالكي مرتديا وعن وسيلتي وأني رضيا يا من وهبت لي كل ما أحب ولسواي ما لست أحب سل بلا نهاية مع السلام على وسيلتي مزازه الظلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل وبالذي هنا أقول أشهد لي واقبلوا مني وببشر جدلي بايعت قبل في ربه الأول وسيلتي والله الرب والولي بالقلب خادما له بقلمي كخدمة السهاب وهو سلمي ومني اشترى الكريم كهبلا إقالة بخدمتي تقبلا ناجيت ربي من المحرم لختم ذي الحجة فخر الحرم عدة أعوام بذكره العظيم وجاد لي منه بخارق عزيز وقلت حامدا له وشاكرا له وأنه راديا والذاكرا يا نافعا إلي جر المنفعة وقلت لي درجة المرتفعة لشد بكوني عبد ربي وخديم وسيلتي الذي سيادة التدوم وفي ردائك أدم حياتي يا باقيا لي جاد بالآيات قد قلت شاكرا بلا تغرب ولا أذن لله ذا تقرب مرتديا عنه وقاد للمنى وبي يبشر جميع الأمنا قد كان للرحمن بالأمان لتابت الحياة كالزمان محوت ما مدى بتوبة النصوح بشارة لكل بارح فصيح مها إلهي بقدر عظمة ذات الإله وهي المعظمة جملة ما لم يكن أكبر رداء مما إلي جره سوء القضاء يا خير الجالب وخير الدافع وخير قائد وخير نافع قد بعت تدبيري بتدبيرك لي ونعقد البيه بتيب كالكلي يا خير حافظ وخير ماكر وخير زايد منى للشاكر يا خير حافظ وخير ماكر وخير زايد منى للشاكر رضيت عنك ذا مكوس شاكرا مستغنيا بك دواما ذاكرا مد يدي بعد امتدادها لك للخلق السائني لكونها لك كففتها عن طلب من غيرك مددتها نافعة بخيرك لكل مسلم وكل مسلمة وقيتها كل بلا ومظلمة يا خير ناصر وخير غافر
وخير من سخر كل كافر منعك أفضل من الإحسان من ملك أو جن أو إنسان لكون منهك هو العطايا بمحوه العيوب والخطايا وكون إحسان البرية الحجاب عن الذي فضلته مع احتجاب أما عطاؤك فلا يعد وليس يحصر ولا يحد لذاك خاتبت العداء كنت لي بتردهم قبل والسر سنت لي مد يدي إلى سوى المغني ابتداء في السر والعلن عندي اعتداء إنا وجدنا ما الكريم وعدا حقا فهل وجدتم اللذ أو عدا مد يدي لخير ذي الجمال لم يك عندي من الكمال يا من نصرتني بالبرايا ولي تقود بالورى قرايا وودني الصغار والكبار بكونك الجميل يا جبار إني محدث هنا بنعمك إذ قدتني وكنت لي بكرمي فقلت مثنيا عليك راضيا عنك وبالرضا أدوم ماضيا سل بتسليم على المشفع والآل والصعب وشكر يرفعي يا واحدا قد جل أن يداها وأن يشارك بشيء داها وأن يماثل وأن يباها نبهتني وزدتني انتباها سل وسلم سرمدا على الأمين يا من لوجهك الكريم لا أمين إلى سواي ما نهيت مطلقا صرفت باشترام به مطلقا قد قدتني يا خالقي وكنت لي وحدتني عن الأذى وصنت لي ربيتني شفيتني من دائي كما كفيتني ذوي اعتدائي ربيتني هديتني سقيتني كسوتني أرعمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا منجذبا عن البرايا طرا ملتجيا إليك بالمختار بأفضل الخدم ذا استتاري فقدتني به إليك يا جميل فسرمدا إلى سواك لا أمي يا من وهبت لي خير التحلية من بعد ما ربيتني بالتخلية سل بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي أجور الشاكرين كما علنت لي قلوب المشركين ومن لدنك لي قدت علما قد فاق ظني ومحوق ظلما فسرت خلك وحبك بلا تكلف ولا أذن ولا بلاء عبدا خديما بمدادي والقلام وبسواها دون كد أو ملام ولي تقود ما اشتهيت أبدا بلا أذن إن اختفى أو قد بدا ولي جعلت خير البر والصواب أكلي وشربي جالبات للصواب ولي جعلت النوم أعلى خيري ولي تقود منك أعلى ميري ولي وهبت أنفع التلاوة وخدما تخلد الحلاوة سل بقدرك وسلم سرمدا على الكريم ذي المزايا أحمدا وآله مع صحابه الكرام يا من تقود لي أفضل مرام يا من وهبت لي عودا أحمدا يا واحدا ليس يزال السمدا سل على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد يا من على النبي يصلي بسلام في آله وصحبه أني يا سلام سميتني قرآن بعبدك الخديم يا من يقود لي بشارات التدوم يا من وهبت لي أفضل الكلام كما كفيتني دواعي الملام سل بتسليم على المبشر في عزه مخلدا لي بشري ولي بكوني الشكور اشهد لي وبالذي يزيد الشكر جد لي يا خير رب كان لي ومنا علي بالسر الذي استكنا سل على سيدنا محمد وآله مع صحاب الحمد كليتي حمدت مطلقا كما حمد كل من جعلت حكما واشكر شكوري واستجب وأطلقي موسيا يا خير معتم مطلقي وسرمدا صلي عليه بالسلام وجل نظامي به خير الكلام يا ربنا يا خير واهب وهب قضيت لي حاجي من غير رهب قد قلت لي كن فيكون أبدا يا من يباهي بالكرام العبدا
بجاه سيد الورى وصليا عليه بالتسليم واحمد كليا يا واهبا وهب لي توفيقا وإن السيد كنت لي رفيقا سل بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله والصحب واكشف بخطي غطاء اللحب يا من وهبت لي تلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكما لي بتلاظم الكوامل الصحا مع الذي اخترته مع السها وبتلاظم الذي فاق القيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقلت لي بركة لا تنسرم قد لازمت توسعة لا تنخرم مباركا في قلمي وفي المداد وجدت لي في كل شيء بسداد ولي جعلت ما كتبت أكبرا ردا لديك قد يسر الكبرى سل وسلم وتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البادي وجاهه العظيم واكتب له منك بذا الدر النظيم عد حروفه بلا انتهاء بشارة أذل به لهائي يا من رضيت عنك ذا استغنائي بك عن الملوك ذا ثنائي عليك مرلي جدت بالصفاء بلا معدات ولا جفاء عبدا خديما بالدوام العافية سرا وجهرا ذا خيور ضافية سل بتسليم يدوم السرمدا على نبيك الرسول أحمدا وآله وصحبه وباركا يا واحدا سواك لن تشاركا يا من رضيت عنك يا مقدم صل على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل يا من عصمت كلكلي وجسدي كما نفيت لسواي حسدي صل وسلم وتبارك سمدي على النبي المنتقى محمد وجد بردواني عنك يا سمر يا رافع السماء من غير عمل رضيت عنك ربي في الأيام رضا ذوي الصلاة والصيام رضيت عنك الدهر يا إلهي وعن حبيبك الرسول الله وسيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والأذى والجنة سيدنا محمد فسرمدا صل وسلما عليه واحمدا بجاهه كليتي والتقبلي مني جميع ما يفي من قبلي يا من مها أني ما تقدم وما تأخر وكل قدم صل بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قل يا ما لبشر لم يكن وزد صلاة بسلام أبدا عليه بالآل ومن تعبدا بالحق من سهابه وتابعين كما للغير أبدا سقط اللعين عذبت ما بخت فبارك أبدا فيما أخذته وما منه بدا واشهد بأني أنك ذو رضائي وبك شاكرا وبالقضاء كفيتني محرما والمشركا وكل مكروه شرحت الكلكلا جهلت كل ما أبحته ليا خير الرضا عندك إذ كنت ليا جهلت غير ما تركته لجا لي رباها وهي لي لن تلجا تقود لي في موضه ودوري ما شئت يا من جدت بالبدور كشفت للأسرار في الكتاب وفي الحديث ما هي الإتاب فتحت لي فرحا مبينا يا كريم وبردا لي تقود ما أروم كفيتني در السماء والأرض ولي قبلت ما مدى من قرض كفيتني در الهواء والضرر البرد والحر وكل ذي غرر وضر كل ذي ما خلقته وما تخلقه وبي هديت الأقوما كفيتني ضر البرايا مطلقا أعتق كل مكرما ومطلقا محوت عيبي بي تبشر جميع ما اخترت لي من العيال يا سميع وبي تبشر الذي رآني وقلت لي منافها القرآن يا ربي كن لي بالرضا وكن معي في أبد بما يسر واسمعي أني محوت ربي ما تقدم وما تأخر قبلت الخدمة وهبت لي في البر ما كنت أروم في البحر من خير من ليس التريم وقد أمت من لغى وحسرا يا من مها لقاءنا والنسرا فسرمدا كلي بما أحب أنت الإله الخل أنت الحب تقود لي جملة ما أهواه يا من له الكون وما
والهواء كفيتني الحساب والأمراض وبالردى تقود للأغراض سخرت للأعداء يا قهار وساقهم لغيري انقهار وبعدهم صرفتهم بموت من أمته منهم فلي تعب الزمن لي كنت سرمدا بخير توسعة وخير اعتاق ولي قد تسعى ولي وهبت ربي كوني جارا باق لغيري أذهب الفجار وكوني الدارين جار المصطفى كسعبه مع بقاء واصطفاء عليه صل وتسلم سرمدا يا خير من بغير نظم حمدا واشهد بأني قد رديت عنك وأنا طالبا صلاة منك عليه بالتسليم فوق عددي فلال والأساب أهل المدد وهبت لي بجاهي توفيقا وكنت للخليفة الرفيقا يسرت لي بجاهه العصيرا فسرت لي كتابه تفسيرا هديتني بجاهه مقدسا سري به فلا ألاقي حندسا وهبت لي في الأرض والسماء حبا وتامينا مع النماء عصمتني من كل سوء سرمدا وقلت لي منك رشادا حمدا خليتني قبل أن الرذائل وبعد قد حليت بالفضائل واشهد بأني عنك زور دائي وبعظيمتي على المضاء بالذكر والحديث للجنات يا واهب البقاء مع الجنات حليتني ربي بأفضل منن يا من كفاني يا أعادي السنن فصل سرمدا وسلم يا كريم على الذي بجاهه منك أروم أن لا توجه إلي أبدا شيئا يجر أسفا أو كبدا يا من كساني وسقى وأشبعا واختار لي دنيا وأخرى تبعا صل بتسليم على المشفع والآل وصحبي وكل يرفع رفا به أكون فوق كل من يظنني غير حبيب ذي الزمن يا مغنيا قد جل عن مشارك صل وسلم سرمدا وبارك على النبي محمد والآل وصحبه يا من له سؤالي واشكر شكوري يا شكور الشكرا كليتي يقي أذى ومكرا واجهتك اليوم بشكر يبقى بقاء ملكك وتعطي سقا فقلت والفؤاد مني طابا وقلت لي ما لم ير الأقطابا لله ربي الذي لي راضى عداية ترا ومحل أمراضا النافع الرحمن والرحيم من كان لي بالجود والترهيم شكري عام الدكسش بالدال عام مهن النزاء والجدال لله ربي الذي رزقني ما تاب لي وكرما وفقني وجاد لي بوطن وأهلي وعن فؤادي أزال الجهل فقمت محمودا إليهم منه به عليه ورضيت عنه وقاد لي السلب والهدايا ولسوى نحو تحت عدايا وانصرفوا إلى سواي أبدا بصرف باق خير رب عبدا ووجهوا إلى سواي أمرهم بلا انتهاء ولسواي مكرهم من بعد مال رادهم بروده طرا لغير مغنيا بفيده حمد وشكر خلد إكراما سرا وجارا هذه كرامة لله ربي الذي عصمني في البر والبحر كما أكرمني وقد كفاني شرك الخناس والجن والخلق معا والناس وسانني من آفة الإتراء وضرر التعليم والإقراء وضرر التاليف والتعلم وكل شيء جالب للظلم حمد وشكر ورداء مني ومنه جاءتني المنع بالمن لله ربي الذي لم أشرك شيئا به حين سواي أشركا وقاد لي الأمان والصفاء وقاد لي سرا كفى جفاء حمد وشكر بهما أكون عبدا له جل ولا أكون عبدا لخيره كما للمصطفى ست خديما وأنال استفاء لله ربي الذي بالزفر قد جاد لي في حدر والسفر حمدي وشكري وله إقبالي بلا التفات وأتاب بالي لله شكر وكفاه المكر من عبده الذي أدام الذكرى بقلبه وباللسان والقلم وبخديم المصطفى سار العالم
ملازما ثمنك ولا يريم لو يقود منه ما شاء الكريم مسلما عليه بآله ذا خدمة لديه يشهده بأنه قد قبل ثمنك ولرداه استقبلا لله حمد مع شكر وجبا من عبده الذي أراه العجبا كماله بلا أذى قادمنا لو تقول عرفات ومنى وصلواته مع التسليم على ابن عبد الله ذي التعليم أفضل من ربى ورقى من تلب مولاه وهو ما ليختار السلف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل لله ذي الجلال والإكرام حمد يجود لي بالمرام لازمه شكر يزيدني هنا ربها وأجرا ورداء وهنا وصلواته مع التسليم على رسول الله ذي العلوم سيدنا محمد حبيبي في كل مائل له لبيبي صلى عليه ربه في كل من يحبه من قاد لي به الأمن لله ربي الذي أطعمني خير الطعام والهدى ألهمني وقد كفاني عداء المغوية وقاد لي منه الفيوض المروية حمد وشكر بهما أهوي النعم كما يجيبني دواما بالنعم لله ربي الذي لي قادا ما تاب قلبي به فانقادا حمد وشكر قد يدومان بلا نهاية مرتجيا أن يقبلا مني شكوري بقدر عظمة ذات الكريم الأكرم المعظمة مسليا على النبي المشفع عليه خير الصلوات الأنفع مع سلامه بآله الكرام وصحبه وانقاد لي خير مرام لله ربي الذي قد سان لي سري عن الكون معا وكان لي حمد وشكر قد يلازمان ويتزايدان في الأزمان وصلواته بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه من قاد لي سؤالي لله ربي الذي أراني طريقة مها بها أضراني حمد وشكر وصلاة وسلام منه على الحاوي جوامها الكلام سيدنا قائدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله ربي الذي سقاني خير الشراب والعدا وقاني حمد وشكر وصلاته على وسيلتي له الذي له العلا سيدنا محمد من سرت خديمه ودينه نصرت مستغنيا به عن الملوك كما به غنيت عن سلوكي يا الله يا وهاب يا شكور لك علي سرمدا شكور يا الله يا حفيظ يا معين بك لغيري يقصد اللعين لك علي الشكر بارتجازي يا واحدا أكرم بالإنجاز فاشكر شكوري بقدر الذات وزد بلا مضرة اللذات عصمتني من جملة الآفات لك ختابي ولك التفاتي يا الله صل بسلام قد بهر على الذي كوني خديمه ظهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل يا من وهبت لي خير شكري به كما عصمتني من مكري ومن جميع ما يودي لضرر وكل شيء جالب إلى غرر يا الله يا من بي يري الناس لقم يا من كفاني الحساب والنقم صل بتسليم على المعظم والآل وصحبه وكل عظم واشهد بأني عنك راد أبدا بخير الذكر لهداك أبدا من هذه الساعة للجنان ذا خدمة للمنتقى العدنان يا من غدوت عبده خديما لعبدك الذي حوى التقديما صل بتسليم مع تكرم على النبي المجتبى المحترم صل صلاتك بتسليم جرى على الذي لي يقود الفجر سيدنا خليلنا الحبيب
بغية كل عابد لبيب محمد وآله والصحب وخط يجعل قائدا للحب يا من عصمتني قبل اليوم وفيه من كل أذى واللوم يا من عفا عن والدي وأمي ومن يحبني بغير غمي وغفت بي فيك وفي خير الورى عن الورى ولي وهبت الصورى قد غبت بي قبل ما المختار عن جملة الأكوان ذا استتار عبدا خديما في البهور كائنا بك مع الخلق هناك بائنا أفنيت بعدا قدتني للمسلمين والمسلمات يا إله العالمين واجهتك اليوم بهذا الرجز وجدت لي منك بوعد منجز واجهتك اللهم أيضا شاكرا من البسيط راضيا والذاكرا واجهتك اليوم بشكر النعم قولا وفعلا أنت خير منعم أشكرك اليوم بقلبي والقلم ولسواي يتوجه الألم جعلتني عبد الإله وخديم رسولك الذي سيادة تدوم صلي بتسليم عليه يا منو من أما بابك يفوز ويامن صلي بتسليمك يا من حقق لي الرجاء مبشرا محققا على النبي كالرسول أحمد في حزبه يا خير باق حمدا يا من بفضلك العظيم دمني بك إليك لي مطيبا زمني صل وسلم سرمدا على النبي في حزبه وارفع شكوري مطنبي يا واهبا منه أتى مفاخر اقبل شكورا قاده وآخر يا من حماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير الداء صل صلاة بالسلام النايم على الشفيع أرفع الأنام صل على سيدنا محمد في حزبه يا من حما عن كمد واسمع شكوري إنك السميع يا من إليه يرجه الجميع واجعله إنك أحب الشكر إليك دون غرر ومكر لك شكوري بفؤادي والبدن وقد كفاني عداك ذا غدا قد استجبت لي ردا دعوايا وقلت لي رداك في هوايا لله شكر دائم لا يبلى من الذي في أبد لا يبلى مسليا على النبي العلمي الهاشمي العربي العالمي سيدنا محمد بهر الندى يا من ترت كل شخص فندى بجاهي إلى سوى مختير لي يا من عيالي بالردى يمير لي وجدت لي بقلمي وبلسان وجسدي مصححا مع الحسان ملازما خيريك في الدارين ذا عصمة من رؤية العارين لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له ما يشتهي بفضله منه ويرتجي غدا ألا يفارق الردا والرغدا وصلواته تعالى سرمدا على إمام المرسلين أحمدا وآله وصحبه ذوي الهدى كما يقود الثمن لي وهدى لله ربي الذي استجاب لي ولا يوجه الإجابة لي أبدا حمد يجر الزيدا كما إلى سوى ساق الكيدا وقاد لي منه إجابة الدعاء من بعد ما ناجيت قبل بدعاء وقاد لي مخجل كه ومخجل دمائري ولا يريني وجلا وقاد لي مخجل كه ومخجل دمائري ولا يريني وجلا وصلوات منه جل بسلام على الذي به كفاني الملام سيدنا محمد والآل وصحبه الغر ذوي المآل لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي وصولي قاد لي حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالعز والرعاية وصلواته مع السلام على الذي تسره أقلامي وانقاد لي ثواب حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل لله ربي الذي مني قبل كليتي وإنه غيري قبل إلى الجنان كل حمد وشكور وصلواته على العبد الشكور جعلت لله
علي كليتي وديعة وكان لي بنيتي ظننت وهو عند ظن عبده أني يخله وخل عبده وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وسفى الزمان لي وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل وأنه وهب لي في الدنيا ما اختير لي فيها بغير ثنيا وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا وأنه إلى سواي الصرفا دري وما يسوءني فانصرفا وأنه وهب لي الكتاب ولي لا يوجه العتاب وأنه لاختار بيه كما من اشتراها وأفاد الحكما وأنه أني يصلي بسلام على النبي كما مها عن الملام وأنه قد حال قطعا أبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني وإنه خليفة الرفيق وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني عذابا وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثال وأنه وهب لي فيه وفيه خير الوراء ما لسواي لم يفه صلى عليه سرمدا وسلم في آله وصحبه والعلماء وأنه بي يفرح الرسول في خدمة الذي تزيد خير رسول وأنه بي يفرح الرسول في خدمة الذي تزيد خير رسول وأنه أني مع عيوبي كما به لي جاد بالغيوب وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتهي لي كما لديه الضر محيا وأنه كليتي بالتحلية هدى ولا يروم مني تخلية وأنه ترد إبليس اللعين إلى سواي فرد باق ومعين وأنه وجهه لغيري معيسا مني بأذن خيري وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساق ما لا ينفع وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للوراء باللفظ كن وأنه جهل ما كتبت كما كتبته وما كسبته وأنه لكان بالتبشير وأدوم التامين ذا تبشير كتبت في ذا اليوم أن ربي قد حوائجي ونعم ربي فإنه نعم بقوله كن يكون الشيء الذي لم يكن ناجيته سنين وهو أكرم من كل من ينمع إليه كرم ناجيت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر بحري ناجيت في بحر وبر بصور والآي من أحسن فضلنا الصور واجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا بعت وجاهدت سنين وحدي لوجه من كفره ذو الجهد أقررت ربي ما إليه رفع وهو الذي من بي لاذ النفع أقررت ربي ما إليه رفع وهو الذي من بي لاذ النفع أقررت خير الخلق ما يدوم بشرا له إني له خديم فارقني الأعداء بالتوحيد وخدمة المشفه الوحيد ألهمني في قل هو الله أحد مغجل جملة العيد الهادي الأحد زببت عن ذات النبي والصفة عدة أعوام فلانقادت صفة
كتبت موقنا بأن المصطفى صلى عليه ربه كما اصطفى خلي وحبي وأبا مدرتي ورام من رب الورى مسرتي الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد سيدنا محمد صلى على مسلما في العلم من أعلى أولى قد هال بيني وبيني كل من يسوءني فانقاد لي خير الزمن لله ربي الذي حاجي قضى ولي يقلد بشارات القضاء حمدي وشكري وصلاتي على خير سلامي على من جمع فيه الذي على الأجلة افترق من الفضائل وقد هدى الفرق سيدنا محمد والآل سيدنا محمد والآل وصحبه وهو قاد لي سؤالي ولله الأسماء الحسنى فروه بها لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الداعي بين يديك قائلا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك سليا على من سمي محمدا أحمد وهو الحامد والآل وصحبه ذوي المحامد وإنك القدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منه أن أكون تاهرا وسالما على الأعادي قاهرا وأن أكون ذا أمان ووفاء بحرمة المحمود خير من وقى فصل سرمدا على الأحيد الحاشر الماهي الفر الوحيد وآله وصحبه وقدس سري به ونجني من حندس وهب لي الأمن مع السلامة وتقني الجفاء والملامة واحمد مكاتبي معا ورقني لك بها يا ربي والمكرقني وامه عيوبي وتسكن جسمي على رداك وتعظم اسمي أنت العزيز الرب والجبار لك الصغار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى خديم فسرمدا سلي عليه بالسلام ورم بالجبر فعالي والكلام ورم من كسر في عقائدي بالجبر والتدم به فوائدي سلي على ياسين الطه العاقب والآل وسعب ذوي المناقب والتجبر العدا به لي على ما سرني يا ذا السماوات العلا وجل مكاتبي مهن خير جهاد لك جوار وكحج وجهاد أنت الذي بالمتكبر الدعي يا خير مرجو وخير من دعي قني تكبرا ورلي أهله بجاي من فضلته وأهله بتاهر المتهر التبيب من لك توجهي به كل زمن وسرمدا سل عليه بالسلام بآله وصحبه جال الظلام وتهرني به من عيبي ومغفراي كلها وريبي يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في القميص لي ببرقيا سل صلاة بسلام جيد على وسيلتي إليك سيدي وآله وصحبه واجهر لي بكوني العبد أصولي قطلي بكونك المصور الغفار يا من يسخر لي الكفار صل وسلما على الرسول والآل وصحبه أصولي سولي واغفر به لي قتئي وعمدي وارفع إليك يا كريم حمدي بكونك القهار والوهاب يا من نفل عن الأذى إذهابا صل على النبي رسول الرحمة والآل وصحبه وذني رحمة ولقهر العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقاء والصلب بكونك الرزاق والفتاح يا من جهلت مصطفى مفتاحا صل عليه بسلامك كما سميته القيم ندبا حكما وليهب رزقا فرحا يغنيان في أبد وكل ضر ينسيان بكونك العليم والقابل يا من جاد لي يوم الخميس بضياء صل على الجامه وهو المختفي والآل وصحبه ومن قد يقتفي وسلما عليه والتهب لي نافع علم إذ فككت كبلي وسغل غيري سرمدا كل أذى يا خير من كف البلايا والأذى بكونك الباسط والخافض يا من لسواي كف سوءا قضيا صل وسلما على المقفى والآل والأصحاب يا من كفى إلى سواي ما يسوء وابسطي لي الذي يحب كل مقسط واقفت إدايا لي دواما
واكفني ضررهم ولتعلني ولتجفني بكونك الرافع والمعزة يا خير من رفع أو أعز صل على من للملاحم بدا للخلق مرسلا وحقا أبدا وآله وصحبه وسلم وكل مؤمن وكل مسلم وارفع إليك عملي مشكورا يا من له أوجه شكورا وليجد برفعة وعزة وضمني للسعاد العزة بكونك المذل والسميع يا خير من راد العدا جميعا صل على الهادي رسول الراحة والآل وصحبه وهب لي راحة ولي أزل كل من عاداني بجايه يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول ولتهديني اليوم إلى السبيل بكونك البصير يا حكم يا عبد يا من بلطيف سميا صل على الكامل والإكليل والآل وصحب ذوي التجليل وليهب بصيرة وحكما وتقني من حصدوني بكما وليهب عدالة والتف بيا ولجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليم صل بالانتهاء وذي التسليم على النبي المدثر المضمل والآل وصحب وقصدي كملي بكونك العظيم والغفور يا كاهلا يروض لي كفورا صل على المختار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله وسلما عليه بالآل الكرام وصحبه ولي كمل المرام وهب لي التعظيم والغفران بجاهه والتقني الخسران بكونك الشكور والعلي من أرتجي منه قبول صحيا صل على الماهي سفي الله وسيلتي لك نبي الله وآله وصحبه وسلم وبيبشر ربي كل مسلم واشكر به كليتي وليهب بك عتلا أن أنت خير من يهب بكونك الكبير والحفيظ يا من هدى معناي والملحوظ صل على البر نجي الله وسيلتي لك كليم الله وآله وصحبه مع سلام واحمد حقائدي وفعلي والكلام وليهب به رداك الأكبر وضمني إلى سهاب الكبرى واحفظ بجاهه العظيم كله من المفاسد معا وكله يا ربنا بكونك المقيتا يا من يسوق لي حلالا قوتا صل على الناصر بالتسليم والآل وصحب ذوي العلوم وجل بجاهه العظيم كله من أعظم القرب ولتكن لي وانصر به كل نصورا عزا وإنك اجعلني به معزا يا الله يا حسيب صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا خاتم الأنبياء والآل وصحب ذوي الدياء وجل حسابي ما مدى قبل الربيع يا آخذا من عام دكسش المبيع وليهب ما لا يكون أبدا لمثل الدهر وبشري عبدا واقطع بكن أني جميع الحجب وإنك اجعلني سورا النجب بكونك الجليل والكريم يا من يوجه لي التكريم مع أمان وصفاء وبرور بلا أذى ولا عدا ولا غرور صل على خاتم رسلك الكرام وسلما في آله بلا انسرام وليهب بجاهه جلال وكرما وتقني الدلال بكونك الرقيب والمجيب يا مغنيا تجعلني نجيبا صل على المحيي وذاك المنجي والآل وصحب ذوي الترجي وسلما وهب لي المراقبة وليوجه سرمدا مناقبه وليستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر وتقني بجاهه الأحزان دنيا وأخرى واكفني الميزان ولتهيني وكل يعصم من حساب واجعل حياتي بي خير احتساب بكونك الواسع والحكيم يا هاديا تجعلني حكيما صل على المذكر المنصور والآل وصحب ذوي النصور وسلم ولي قل التوسعة فيك وفيه ذا رداء وسعة وهب لي الحكمة والتذكير والنصر واجعل أمري مشكورا بكونك الودود والمجيد يا رافعا تهب لي تمجيدا صل بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك أحمد العلا والآل وصحبه وهب لي الود والقرب منك والرداء جدا وليهب
وليهب به صلاتي خلفه وأن يوجه إلي ترفه وليهب مجادة لم تكن إلا لمن رديت أنه بكني بكونك الباعث والشهيدا يا من أوكل له أهودا أوصل صلاة للنبي توبة مع سلام وكف كل حوبة صل عليه في جميع الآل وصعب واستجب به سؤالي وصل جهاتي مع أهل بدر وبهم انصرني وأعلي قدري وشد بتوبتي وبيه واقبلي توبي وبيه وتكرم قبلي وتب علي اليوم وامه عيبي وجل مكاتبي فتوح الغيب وليهب بكل حرف ما يفوح ظني من الخيرات يا خير الرفيق في كتبي وأكلي يجعل كسيام وجل منامي مثل أفضل قيام وليهب عدد قطر الأبهر وجملة الأمتار يا ذا الأبهر وعد ما يدب فيها ثم ما بالماء قد أنبته معمما مما لي اغتار لديك واجعلي جميع ذلك بكيا جعلي بكونك الحق الوكيل الصلي على الحصير عبدك المجل وآله وصحبه وسلم وبيبشر ربي كل مسلم وجل به كل لديك حقا يا خير هاد للعلا قد رقا أنت وكيلي فعليك أتكل ولا يضيه من عليك يتكل بكونك القوي والمتين يا مغنيا تكشف للمتونا صل على المعلوم والشهير والآل وصحب ذوي التدهير وسلم وقوني ورقني بجاهه والطرد والمكرقني بكونك الولي والحميدا يا من أوجه له تحميدا صل على الشاهد والشهيد وسيلتي لمالك المشهود وآله وصحبه وسلم وإنك جعلني وليا علما وكن ولي وكل سمدا في أبد به وكل يحمدا يا الله يا رب الورى يا معصي يا مغنيا ثناؤه لا أحصي صل على البشير والمبشر والآل وصحب ذوي التبشر وليهب بجاهه من البشر ما ليس يغتر بك البشر بكونك المبدع والمعيدا يا من جعلت لربها عيدا صل على وسيلة النزير من مدحه علي بالنزور وآله وصحبه وسلم وفيه فرح بي كل مسلم